بمناسبه ان فرحي فضل على ايام فكل حاجه اتظبطت الا حاجه واحده، النضاره المعفنه دي. فهيدا قالت لي ما كان بيخلص النضاره في 5 دقايق بس. وده شيء مستحيل. ايوه زي ما انت سمعت بالظبط كده، في 5 دقايق هتاخد النضاره بتاعتك. فتعالوا سريعا كده اعرفكم عن نضارات جويش. مبدئيا كده البراند ده بقى له ربع قرن. يعني ايه يا عم خالد الكلام ده؟ يعني بقى له 25 سنه. وقبل ما نخش في اي تفاصيل عايز اقول لك ان هو هيكمل ربع قرن بالظبط يوم 25 الجاي، وعلشان كده عامل نضارات اقتصاديه بسعر يجنن، وده هيبقى يوم 25 سبتمبر. نيجي بقى للريفيو بتاعنا. مبدئيا كده كل البراندات اللي تتخيلها وما تتخيلهاش هتلاقيها في المكان ده. زي ايه يا عم خالد؟ زي ريبان وجوتشي وفوج وارماني. ومش بس كده، نضارات جويش شغاله باحدث الاجهزه. يعني ايه يا عم خالد الكلام ده؟ يعني نفس السيستم اللي شغال في المانيا هم شغالين بيه، وبنفس الدقه وبنفس المستوى. يعني نفس السيستم اللي موجود في المانيا هو اللي موجود بالظبط عند جويش. وانا كواحد لابس نضاره بقالي سنين اول ما اشوف الاجهزه دي عند حد. نيجي بقى للسؤال المهم اللي انت اكيد بتفكر فيه، الاجهزه دي بتعمل ايه؟ بص يا سيدي، بس قبل ما اقول لك الاجهزه دي بتعمل ايه لازم تبقى عارف مستوى الوضوح اللي في العدسه مش كله زي بعض. وطبعا مش محتاج اقول لك ان سنتر العدسه هو اقوى وضوح. فالاجهزه الحديثه دي في ظرف 5 دقائق بالظبط بتطلع لك النضاره وبتشوف فيها على طول.